السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض على مشترياتنا النهاردة لزينة رمضان، وكمان معانا روتين قوي جدا أتمنى أنه يفيدكم ويشجعكم وتاخدوا منه أفكار كتير بإذن الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش ازاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أول حاجة كده ابتديت بيها المشترياتنا النهاردة وهو الراديو الصغير ده. كان نفسي أجيب راديو عشان أحطه في المطبخ علشان أسمع عليه القرآن، وكمان علشان في رمضان نسمع بقى الأذان والتواشيح والحاجات الجميلة دي. فانا جبته وان شاء الله هحطه في المطبخ كده. انا جبته ب 350 جنيه، وفي منه الاكبر شويه بس كان لونه بني، بس ما حبيتش الشكل بتاعه قوي. ده كان ب 475 جنيه، فانا حبيت اللون الاسمر فجبته ب 350 جنيه. هو كده بيشتغل بالسلك وكمان بيشتغل بالحجاره، يعني لو انتي مش حابه تحطيه في الكهرباء او الكهرباء مش شغاله بتركبي فيه الحجاره كده وتشغليه. لو حابه تشغليه بالسلك بتاعه بتشغليه برضو بالسلك بتاعه مفيش مشكلة. وفي ما شاء الله يعني انا لقيت فيه كده كذا موجة، يعني موجة كده بتشغل الشرق الاوسط والقرآن الكريم والحاجات العادية، ولقيت كمان في الجنب كده زرار تاني بيشغل تواشيح وحاجات تانية، يعني زي قنوات كده مختلفة. فبصراحة حلو جدا، فشغلت عليه التواشيح، يعني ما شاء الله فيه كده تواشيح بس جميلة جدا، فصوته برضو قوي وجميل. وحبيت احطه في المكان ده. قولوا لي رأيكم، لو حطيته في المكان ده هيبقى شكله حلو ولا اغير مكانه كده؟ فاكتبوا لي برضو في التعليقات. جبت كمان 3 برطمانات كده، خليه بقى للشاي للسكر للبن، شكلهم حلو جدا وكمان سعرهم برضو حنين جدا. يعني هي فيها كده شوية عيوب بسيطة، بس العيوب مش ظاهرة من بعيد، بس لو قربتي منها هتشوفي العيوب. بس العيوب دي ما تفرقش يعني معانا في الشكل، المهم هي شكلها حلو. فالعيوب بسيطة جدا وشكلها حلو جدا، وهنعملها برضو بفكرة حلوة جدا. تابعوا معايا الفيديوهات اللي جاية وان شاء الله تستفادوا من الافكار البسيطة اللي فيها. جبت التلاتة دول ب60 جنيه، يعني الواحدة من دول ب20 جنيه. شكلهم حلو جدا، وبصوا العيوب اللي فيها يعني لا تذكر يعني، وشكلهم حلو جدا. فان شاء الله هنعمل بيهم ديكور حلو جدا في المطبخ، وفي نفس الوقت برضو نستفاد منهم. كان سعرهم 60 جنيه التلاتة. جبت كمان فوط للمطبخ، ال5 دول كانوا ب25 جنيه، يعني فوط حلوة برضو وبتمتص كده المية وبتلمع معانا، فانا كنت محتاجاهم فحبيت اجيبهم. خامتهم كده خفيفة وحلوة وفي نفس الوقت بتنشف يعني. فهم كانوا 5 كده ب5 ألوان، وبرضو يعني الفوط المطبخ الواحد ما بيقدرش يستغنى عنهم خالص، فهم حلوين جدا. مش شرط نجيب حاجات غالية عشان نقدر نسعد نفسنا، ممكن بحاجات بسيطة جدا نقدر نسعد نفسنا ونحس ببهجة رمضان ونحس بأجواء رمضان. يعني أنا حبيت أجيب حاجات مختلفة وبسيطة بتكلفة قليلة، بس إن شاء الله برضو هنجيب بقى الديكورات بتاعة رمضان اللي موجودة عندنا من السنين اللي فاتت، وهنعمل أفكار حلوة جدا بإذن الله. هنا الفوط دي جبت المنظم ده وحطيتهم فيها، وهوريكم يعني تقدري تعمليها بالشكل ده لو تحبي، وهوريكي كمان تطبيقة حلوة تانية برضو تقدري تطبقي بيها فوط المطبخ وتحطيها برضو في المنظم. جبت كمان الاستيكر ده، هو يعني مش استيكر، هو مفرش لقيته في السوق كده ب10 جنيه، مفرش مشمع كده بيتفرش على الترابيزات، بس انا جبته يعني قلت ان شاء الله هعمل بيه فكرة حلوة. هو مفرش رمضاني كده، بس انا مش هعمله كمفرش، لا هحطه بطريقة جميلة ان شاء الله هتعجبكم. تابعوا معايا الفيديو كده وان شاء الله تقدروا تاخدوا منها افكار، وممكن تقصيه. يعني هو بصي يقدر يعمل معاكي اكتر من شكل وتحطيه في اكتر من مكان. فانا هقولك الفكرة وانتي نفذيها برضو بطريقتك، وان شاء الله طريقتك تبقى مميزة واحسن كمان. وتقدروا تكتبوا لنا في التعليقات لو عندكم افكار لزينة رمضان او حاجات تكلفتها تكون قليلة، تكتبوا لنا في التعليقات علشان الكل يستفاد من الافكار دي باذن الله. فانا بقى دلوقتي جبت شوية مشتريات بسيطة جدا. هعمل ايه؟ هجيب الحاجة اللي عندي من السنين اللي فاتت. دلوقتي انا بوريكم التطبيقة التانية للفوط. التطبيقة دي برضو شكلها حلو جدا وبتاخد كمية فوط كويسة، فتقدري تعمليها بالشكل ده وتحطيها في المنظم ده، وتحطيها بقى في درج المطبخ او درج التربو
زي ما تحبي، ما بتاخدش اي مكان خالص، وبيبقى شكلها جميل، وتقدري تسحبي الفوطة اللي انت عايزاها بالشكل اللي انت شايفاه ده. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ديكور رمضاني، بس مش عايزين نكلف، لان طبعا الحياة صعبة والدنيا غالية، فعايزين نعمل حاجات تكون بسيطة كده وتدينا روح حلوة واجواء حلوة في رمضان، بس في نفس الوقت ما تكلفناش كتير. فانا جبت يعني شوية حاجات بسيطة كده كانت موجودة عندي من السنين اللي فاتت. طيب لو انت ما عندكيش، تابعي معايا الفيديو برضو، وهقولك ان شاء الله تقدري تسعدي نفسك ازاي وتجيبي حاجات حلوة جدا لرمضان بتكلفة قليلة. هنا انا حبيت احط كده الراديو في المكان ده عشان يبقى جنبي، وده كان فانوس، كان من السنة اللي قبل اللي فاتت، عشان السنة اللي فاتت كان في فانوس تاني اكبر شوية وكان عليه صور البنات وكده، فده بقاله سنتين شكله حلو جدا. الحاجات دي بحتفظ بيها وبحافظ عليها علشان اما احب اطلعها في رمضان تدي شكل جميل وتدي بهجة، سواء بقى في المطبخ او في الريسبشن بره. كل الحاجات دي كانت موجودة عندي. بصوا بقى على الجمال وقولوا لي ايه رأيكم، حاسة ان الراديو والفانوس في المكان ده شكلهم حلو جدا وبيدوني كده بهجة، وفي نفس الوقت وانا بحضر الفطار اسمع القرآن، اسمع التواشيح، اعرف الاذان بيأذن امتى. فدي فكرة حلوة جدا، لو تقدري تجيبي راديو في المطبخ هيبقى جميل وهتحسي كده بأجواء حلوة. قولي لي بقى رأيكم، شكله هنا حلو ولا اغير مكانه؟ وايه رأيكم في الديكور البسيط اللي هي عبارة عن فرع الورد البسيط ده اللي انا عملته وحطيته في البولات بتاعت الشوربة؟ قولوا لي كده شكلها عامل ايه، حلو ولا لا؟ هنا بقى بالمسدس الشمع جبت الزينة بتاعت رمضان بتاع السنة اللي فاتت، والهلال ده كمان كان عندي برضو من السنة اللي فاتت. دول كده لو تفتكروا كنت معلقاهم في الفرع، كذا حاجة مع بعض كنت معلقاهم في فرع واحد كده، لا خدتهم من الفرع بتاعهم وحبيت اعمل فكرة بسيطة كده. بمسدس الشمع تقدري تلزقي كل حاجة انت عايزاها. بصوا كأني بكار يعني بقى ماسك الفانوس بتاع رمضان وكده. فانتوا قولوا لي رأيكم في الشكل وقولوا لي رأيكم في الفكرة. لو حابة تنفذيها تقدري تنفذيها من ستيكر، تجيبي ستيكر كده وتحطيه على كرتون وبرضو تعمليها كده بمسدس الشمع، هيبقى شكلها حلو جدا. وتقدري كمان تجيبي المشمع لو عندك اللي هو المفارش اللي هي زي المشمع دي، وتقصي منها برضو اشكال وتحطيها برضو بالشكل اللي انت عايزاه. هنا بنتي كانت بتساعدني وبتقولي يا ماما نحط كده، وبصراحة فكرة بكار اللي جنب الفانوس دي هي اللي عاملاها. خلي ولادك يشاركوكي في ديكور رمضان، خلي ولادك يقفوا معاكي ويحسوا بالبهجة والسرور والفرحة بتاعت رمضان، وكل عام وانتوا بألف خير وصحة وسعادة. بصوا ايه رأيكم، ما حبيتش اكتر كده حاجات في زينة رمضان علشان تبقى بسيطة كده وتدي شكل حلو. لسه برضو هنكمل بقية المطبخ، تابعوا معايا الفيديو بس قولولي رأيكم، ايه رأيكم في الشكل كده؟ هل يا ترى المطبخ كده حلو ولا لا؟ هل باينه فيه اجواء رمضان ولا لا؟ وان شاء الله برضو هبقى انزل لكم كده مقطع ريلز فيه شكل كده المطبخ مع صوت الراديو، اتمنى ان انتوا تشوفوه برضو، واتمنى ان انتوا تعيشوا معايا الاجواء الحلوة دي. تعالوا بقى على ناحية البوتاجاز. مسكت بقى طبعا المطبخ انا كنت ماسكاه ومنضفاه، ناحية البوتاجاز دي علشان ما يبقاش فيها دهون او حاجة، شوية صابون وشوية كلور او شوية خليط من خليط اللهلوبة اللي احنا عاملينه مع بعض، او تعملي كده تركيبة من ملح الليمون والكربوناتو والخل والصابون السائل. يعني عندك كده 3 افكار تقدري تنضفي بيهم السيراميك وتشيلي بيهم الدهون، والتلاتة يعني ما شاء الله حلوين جدا وتكلفتهم قليلة. فانا هنا ابتديت بقى انضف البوتاجاز بتاعي والسيراميك اللي ورا البوتاجاز. جبت البوتاجاز كله من فوق لتحتيه، من الجناب، من جوه ومن بره، مسكته كله. بس يعني صورت معاكم مقتطفات بسيطة كده ان انا نضفت السيراميك كله ونضفت كمان البوتاجاز كله. واحنا كنا منضفين برضو المطبخ من الدواخل ومن الخوارج، يعني من كل حاجة في المطبخ كنا منضفينها، فكان فاضل بس ناحية البوتاجاز كده. فانا ابتديت برضو بخليط اللهلوبة بتاعنا، ابتديت انضف البوتاجاز، بيخليه حلو جدا وبيلمعه. يلا بينا بقى واحنا بننضف كده المطبخ وبننضف البوتاجاز بتاعنا نتشجع مع بعض. ولو انتي لسه ما عملتيش تنظيفة رمضان ابدأي فيها عشان تخلصي قبل رمضان، وعلشان العيد يدخل عليكي وبيتك نضيف كده ومطبخك نضيف وزي الفل.
يلا بينا ندعي لاخواتنا في فلسطين واحنا بننظف البوتاجاز مع بعض. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أهل غزة خاصة. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وأن تعيد لهم الأرض المقدسة، وأن تجعل المسجد الأقصى حرا شريفا آمنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اذكروا الله يا بنات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أنا زي ما قلت لكم إن أنا بنظف البوتاجاز بتاعي بخليط اللهلوبة. خليط اللهلوبة ده عبارة عن إيه؟ يعني البرطمان بتاع اللهلوبة كنت جايباه ب20 جنيه أو حاجة زي كده، ولو غلي شوية هيكون غلي مثلا بقى ب30 جنيه، بيقعد معاكي سنة كاملة. باخد منه معلقة أدوبها في شوية مية، يعني حوالي كده نص رتل من المية، ولو حابة تقلي القوام بتزودي خليط اللهلوبة وتقللي كمية المية، وبحطها ببخاخة بعد ما بدوبها كويس جدا، وببتدي أرش بقى على البوتاجاز، على الرخام، على السيراميك، أي مكان تحبي تنضفيه بتنضفيه بخليط اللهلوبة ده، وبينضف وبيلمع وبيخلي كل حاجة زي الفل، وكمان بيخلي الحواض برضو بتلمع جدا. فانا بقى زي ما انتوا شايفين كده ابتديت انضف بيها البوتاجاز، وشايفين بيخلي البوتاجاز بيلمع جدا. بعد كده ابتديت انشف البوتاجاز بتاعي بفوطة نظيفة علشان احافظ على لمعته. وبعد كده بقى هبتدي احط المفرش بتاعنا ده بالشكل اللي انتوا شايفينه. ب10 جنيه بس ابتديت اجيب مفرش يدي شكل حلو وبيدي بهجة جميلة في رمضان. بصوا يعني ابتديت اوريكم شكله كده. في الاول كنت عايزة داري ماسورة الغاز دي، بس للأسف حسيت انه مش هيلزق، فابتديت احطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من ورا ماسورة الغاز، ولزقته برضو بمسدس الشمع. شكله حلو جدا ومدي ديكور حلو جدا في رمضان. يعني افكار بسيطة هتوفر علينا وهتخلي مطبخنا جميل، وكمان هتخلي بيتنا جميل. وزي ما عملت زينة رمضان في المطبخ بعملها برضو بره في الريسبشن. ولو انتي عندك ولادك صغيرين وحابين يعملوا افكار كده، ساعديهم وشجعيهم ان هم يعملوا افكار حلوة لرمضان علشان يحسوا بالفرحة والبهجة والسرور. يعني ما تقفيش وتقولي لهم لا ما تعملوش وكده، لا خليهم يعملوا ويجربوا. يعني ابن اختي النهاردة كان ماسك كده الورق بتاع الكرتون ده او الكشاكيل القديمة او الكتب القديمة، وكان بيعمل منها فوانيس حلوة جدا، فكلنا شجعناه وكلنا كنا مبسوطين بالشغل اللي هو بيعمله. فانت لو عندك ولادك عندهم مواهب شجعيهم وخليهم يعملوا كل حاجة علشان يفرحوا ويحسوا ببهجة رمضان. انا هنا كده خلاص ابتديت انضف التلاجة وهحط عليها برضو الاستيكرات، وان شاء الله نكمل الفيديو اللي جاي. اتمنى ان افكارنا النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.